أهلا بكم في النجم الصاعد. نجمنا لهذا اليوم هو من أحد دول الخليج، وتحديدا ابن الذئاب السد القطري، حمزة حامد، الذي يقول عن نفسه: أنا أنشئت من أسرة محبة للكرة، ووالدي ذهب بي إلى نادي السد، ولكن والده كان محبا لكرة القدم. مع الرغم من ذلك أن والده ألا وهو جد نجمنا حمزة رفض بأن يكون لاعب بهذاك الزمان، على كلامه بأن لا تغني ولا تسمن من جوع، فقرر أن يكمل دراسته أفضل من ذلك. وبعد مرور السنوات ذهب والد نجمنا حمزة إلى نادي السد، وهناك مثل أو مشابه له يقول: إذا لم تستطع أو طافك المطاف فدعه لابنك يحققه. وهكذا فعل أبو نجمنا لهذا اليوم حمزة حامد، الذي يعشق مكان الجناح والصانع اللعب، الذي كان لا يعرف بأن يختار مركزه، ولكن المدرب هو من اختار مركزه بذلك. نتعرف سويا على نجمنا لهذا اليوم ابن الذيب، وتحديدا السد القطري، حمزة حامد. حمزة محمد أحد لاعبي كرة القدم المميزين، وموهبة قادرة على اللعب في أكثر من مركز بقائمة فريقه. امتلك شغفا مبكرا بكرة القدم، ومارس اللعب بمحبة وموهبة، فبدأت قدراته في الظهور ولفت الأنظار بما يقدم من مستويات. بارع في إمكانياته الفنية، فهو مراوغ مربك لكل من يواجهه، سريع في حركته وانطلاقته بدرجة يصعب ملاحقتها، يستطيع التمويه والاختراق وانتهاز الفرص بشكل باهر. تسديداته القوية هي أحد عناصر القوة لديه، كما أن دقة تمريراته وتصويباته العرضية تشكل عنصرا آخرا في فنياته، ويجيد تطبيق الخطط بإتقان مبهر. في هذا الموسم أو الموسمين التي طافا لعب نجمنا حمزة حامد ابن الذيب قرابة 19 مباراة، حيث أنه استطاع بالتسجيل في 7 منها، وأيضا استطاع في مساهمة أسيست 12. حمزة حامد الذي يقول بأن أصدقائي يلقبوني بالنجم المعروف القطري والمميز ابن الذئاب، ألا وهو أفضل لاعب في آسيا، أكرم عفيف، الذي يشبه مواصفات نجمنا حمزة. أصدقائي، وقبل الختام، عصائر 1000 هي عصائر طبيعية، أيضا تخدم المناسبات والحفلات، فشريكنا عصائر 1000 له كل الشكر والتقدير على استضافته لهذا البرنامج، ونحن من هنا نقدم الشكر والتقدير لهذا البرنامج. كان معكم محمد الإبراهيم من برنامج النجم الصاعد، ألتقيكم كل يوم ثلاثاء. كونوا سعداء.